السلام عليكم ورحمة الله. أهلا متابعي الكرام على صفحتي على الفيسبوك أو على اليوتيوب في قناة الكوتش سبورت. أهلا ومرحبا بكم. أسد جديد في القاهرة. الأهلي يعلن التعاقد عن أسد جديد في القاهرة. قائد خط دفاع الوداد المغربي وقائد خط منتخب المغرب أشرف داري. خط دفاع الوداد والمغرب هو أشرف داري، بل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يحتفل بأشرف داري في فيديو له في احتفاله مع الوداد المغربي. فهناك صفقة قوية لنادي الأهلي. إذا خرج محمد عبد المنعم كصفقة قوية أو كلاعب قوي وانتقل إلى فرنسا، فأشرف داري بديل قوي في داخل النادي الأهلي. بديل قوي. الأهلي لديه 3 لاعبين دوليين مغاربة. الأهلي لديه 3 لاعبين دوليين مغاربة. الأول هو يحيى عطية الله، أو الأول هو رضا سليم، والثاني هو يحيى عطية الله، والثالث هو أشرف داري. والثالث هو أشرف داري. 3 لاعبين تعاقد معهم الأهلي، وأشرف داري يوقع مع نادي الأهلي لمدة 4 مواسم. لو بصينا نلاقي إن الأهلي يتعاقد مع لعيبة من أوروبا. الأهلي يتعاقد مع لعيبة بتلعب في الدوريات الأوروبية. أشرف داري، يحيى عطية الله، وهناك لاعب أيضا في الطريق لم تنتهي صفقته بعد، واقف على بعض الأمور البسيطة جدا. لكن عندما نتكلم ونقول إن الأهلي يأتي بلاعيبة من أوروبا، يتحدث بعض الناس أو بعض المتابعين ويقولون كباري، كوبري يا بيه. لا، ده مش كوبري. احنا مش هنتكلم على إمام عاشور. احنا مش هنتكلم على إمام عاشور. لا، ده لعيبة دولية. لعيبة دولية بمعنى الكلمة. خرجت إلى أوروبا، لم تتأقلم، أرادت العودة إلى مصر. طلعت أوروبا ما تأقلمتش، حبت ترجع مصر. مين حبت ترجع إلى أفريقيا؟ مين أفضل نادي في أفريقيا؟ مين أفضل نادي في أفريقيا؟ هو نادي الأهلي. النادي الذي ملتزم مع لعبته في عقودها. النادي الذي أتى في قارة أفريقيا بالغلط. النادي الأهلي هو نادي أوروبا وجد في قارة أفريقيا بالغلط. هو نادي الأهلي. فالأهلي لديه 3 لاعبين دوليين مغاربة. والكاف يحتفل بأشرف داري، أسد جديد داخل القلعة الحمراء. هو أشرف داري. ننتقل إلى الزمالك. أنا مش حابب إن الفيديو يطيل عليكم شوية أو اللايف يطيل عليكم شوية. ننتقل إلى الزمالك سريعاً. أن زيزو لم يوقع لأي نادي وفضل البقاء مع نادي الزمالك، لكن لم يجدد. مفيش حد من الزمالك سواء من مجلس الإدارة أو من الجهاز الإداري أو من الجهاز الفني أو حتى الطبي طلع وقال إن زيزو جدد. زيزو لم يجدد. زيزو ما جددش، بل فضل البقاء. وطالما لم يجدد يبقى يريد أن يخرج في شهر واحد مجانا للنادي اللي هو حابب يروح ليه. وما تقوليش كوبري يا بيه، مفيش كباري. الأهلي مش عاوز زيزو. الأهلي مش عاوز زيزو حتى الآن، أو طلبات كولر ما فيهاش زيزو حتى الآن. يبقى بالنسبة للزمالك. أيضا بالنسبة للزمالك طبعا في تقريبا 4 صفقات هيكونوا لنادي الزمالك. في صفقتين نفترض إن هم حسم، وهو محمود بن تال اللاعب المغربي أيضا، وكريم البركاوي. كريم البركاوي مهاجم قوي أو مهاجم
داخل الصندوق كويس، كلاعب قوي داخل الصندوق، لكن كان المفروض حضوره إلى القاهرة اليوم. اعتذر كريم البركاوي لنادي الزمالك عن الحضور بسبب مرض والده. طبعا كل كان منتظر، الزملكاوية ومجلس إدارة نادي الزمالك الكل كان منتظر حضور كريم البركاوي ومحمود بن تاج، لكن كريم البركاوي اعتذر. نرجع إلى نادي الأهلي. ونادي الأهلي بالنسبة للصفقة الأولى هي صفقة عمرو الساعي. صفقة عمرو الساعي هي شبه انتهت أو شبه حسمت، واللاعب قد مضى، وتفضل الرتوش البسيطة بين رئيس نادي الإسماعيلي والكابتن محمود الخطيب على القيمة المبلغ النهائي. إذا كان في 2 لعيبة هيطلعوا بديل ليه كإعارة لمدة موسم أو مدة موسمين، دي كلها نهايات في الآخر. نتحدث عن الصفقة اللي جاية من أوروبا أيضا، لكن لم تحسم حتى الآن، بل كل الصحف التونسية وكل الصحف المجرية تكلمت فيها. كل الصحف التونسية وكل الصحف المجرية تكلمت فيها، وهو محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان هناك أقاويل تقول إنه وقع لنادي الأهلي محمد علي بن رمضان لمدة 5 مواسم، وهناك أقوال إن الأهلي لم ينهي الصفقة بعد، وطلب النادي المجري أن محمد رمضان يلعب معه مباراة اليوم ثم يأتي إلى القاهرة. ده بالنسبة لمحمد رمضان. يبقى لما نتكلم على نادي الأهلي صفقاته الجديدة أو صفقاته في هذا الموسم حتى الآن: يحيى عطية الله، أشرف داري، أيمن أو يوسف أيمن، وعمرو الساعي، ومحمد علي بن رمضان. وهناك لاعب فلسطيني في حالة عدم خروج بيرسي-تاو، هناك لاعب فلسطيني أيضا، وإذا خرج بيرسي-تاو هناك لاعب أفريقي الأهلي مكتم عليه تماما. في لاعب أفريقي الأهلي هيجيبه، الأهلي مكتم عليه تماما. يبقى احنا معانا 2 في حالة إذا ظل بيرسي-تاو بداخل الأهلي، في لاعب فلسطيني لأنه يقيد مصري. في حالة خروج بيرسي-تاو في لاعب أفريقي إن شاء الله هيكون موجود. سنفيدكم إن شاء الله في الساعات القادمة عن اللاعب الفلسطيني أو اللاعب الأفريقي في حالة عدم خروج بيرسي-تاو، مع أنها خروج بيرسي-تاو بنسبة 74% إلى الخلود أو نادي الخلود في السعودية، مع أن المدير الفني الجنوب أفريقي لنادي الوداد يطلب بيرسي-تاو. طبعا مش حابب ان انا اطيل عليكم في هذا اللايف. ان شاء الله في الساعات القادمه نتحدث فيها عن باقي الصفقات الخاصه بنادي الاهلي ونادي الزمالك. شكرا لكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك، لا تنسوا اللايك، ويا ريت نعمل شير على قد ما تقدر، شير وصلي على النبي الزين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين.